أخيرا يا جماعة خلصت أشغالي والحين راح نجلس مع بعض ونشوف الأشياء اللي جبتها من سيفورا. سيفورا وكمان فيكتوريا سيكريت، وفي هنا شحنتين من أمازون. لبست الروب وشغلت الموسيقى والروقان. شوف الخلفية كيف تجنن، مرة أحب هذه القناة اسمها كوفي جاز ميوزك، تجنن خلفيات التلفزيون كذا موسيقى استرخاء. المهم خلونا نبدأ من فين أبتدي ما أدري والله. عندي 1 2 3 4 أكياس سيفورا، هذه أتوقع أكثر مرة أشتري فيها من سيفورا. فالحين حوريكم الأشياء اللي جبتها. أول شيء من جلو ريسيبي، هذه مرة صارت فايرل على التيك توك، اللي هو هذا الكريم والسيروم من هذه الشركة، إنه يعطي لمعة مرة حلوة وكذا. فجبت من عندهم السيروم والكريم. بعد كذا جبت السليبنج ماسك اللي الشفايف من لانيج أو لانوج، ما أدري كيف يكتبوها، بس في عندهم عدة نكهات. أنا جبت هذه البينك، عندهم أتوقع كون بالمانجو، في نكهات كثير. هتحطوه قبل ما تناموا ترطب شفايفكم. بعد كذا جبت هذا الكريم من سول دو جانيرو، هذا مرة يمدحوه كمان، يقولوا ريحته تجنن. في كمان عدة نكهات بس أنا جبت هذا اللي المهم بالوردي، لأني أبغى أسوي ديكور كله وردي وكريمات وردية وعطورات كذا، عشان كذا قعدت أركز على المنتجات اللي لونها وردي وبنفس الوقت المنتجات اللي أحتاجها. لقيت عرض من لانكوم اللي هو التونر مع الحليب لإزالة الميك اب مع بعض، فأخذته. من كلارنس أخذت الموس لتنظيف البشرة. كمان أخذت سيروم من لانكوم. وكمان من جلو ريسيبي أخذت هذا كريم للعيون بالجوافة، وبالبطيخ أخذت اللي هو كريم للترطيب البشرة وكمان لتهدئة البشرة. مرة حبيت الباكيجينج يجنن، حبيت الألوان. وبس خلصنا من الكيس الأول، الحين خلونا ننتقل إلى الكيس الثاني. خلونا الحين نشوف الكيس الثاني اللي هو كيس العطورات. أكثر شيء جبت منه اللي هو براند ديور، جبت من عندهم المويسترايزنج كريم للجسم، وجبت من عندهم كلهم نفس الريحة البودر للجسم، وجبت كمان الزيت للجسم، وكمان جبت معطر للشعر أو عطر للشعر، وكمان جبت اللي هو كريم الجسم. يعني جبت مجموعة كاملة من مس ديور تكون نفس الريحة، كريم لوشن كل شيء يعني نفس الريحة للجسم وللشعر. بعد كده جبت من ديور كمان عطر بس مو نفس المجموعة، روز. طبعا شميت العطر اللي من نفس المجموعة هذه ما عجبني ريحته كثير، عجبتني ريحة الكريمات كده بس العطر مو مرة. بس أخذت العطر هذا الثاني من مس ديور اسمه روز اند روزز، مرة ريحته كده صيفية جميلة كده خفيفة لطيفة. أخذت من شانيل هذا كريم لليدين. أخذت من شانيل هذا العطر اسمه تشانس، ريحته تموت مرة حلوة. أخذت من نارسيسو كذا ينطقون ما أدري. المهم أخذت هذا العطرة، يا ويلي قديش ريحتها تجنن، حصور لكم إياها بعدين كريمية تجنن، ألوانها تموت. رحت أنا وأكياسي وأخذت هذا البرشر وقعدت في الطابور مرة ثانية عشان أحاسب عليه، تخيلوا من كثر ما عجبني لونه. شوفوا طبعا تيجي ألوان مختلفة، أنا أخذت هذا اللي جاي على عودي كذا على أحمر، مرة يجنن. التعاون مع سيلينا غوميز، اسم الماركة رير بيوتي، اسم اللون ايش؟ ميمورايز.
لا ميموريز سوري مو ميموريز. يا ويلي قديش الهايلايتر هذا يجنن يجنن يجنن. شوفوا الباكجينج كيف مرة حلو. جبت من عندهم هذه المجموعة من جوسي ولا ما ادري ايش يسموها جوسي جوسي جوسو جيسو صح مو جوسي جيسو. المهم هذه المجموعة يا جماعة كثير عليه مدح على هذا الماسك للشعر، مدح مرة خيالي خيالي. فلقيت عندهم هذه المجموعة اللي عبارة عن ماسك وعبارة عن كونديشنر ليف اون، يعني تحطوه بعد ما تاخذوا الشاور. عندهم كمان زيت للشعر وعطر للشعر. فحبيت اخذ هذه المجموعة رغم انه انا عندي العطر وعندي العطر بس هذه الاشياء كلها ما عندي، فقررت اجربها. طبعا هذا الحجم الاصغر، فبس والله مرة على المدح هذا الماسك جدا يعني مدح خيالي. فقلت خلاص خليني اجرب هذا العرض. المهم بعد كذا جبت كمان هذا اللي عبارة عن ميست للجسم للشعر، كمان مرة حبيته. أخذته وأنا أحاسب، يعني خلاص وأنا رايحة للحساب الطابور واقفة كذا عجبني كذا شكله فأخذته. طبعا ما مداني شم ريحته بس توقع إنه حلو، كمان مرة فايرل في تيك توك في الانستغرام في كل مكان. بعد كذا وأنا أحاسب كمان أخذت هذا كلينزينج بام اللي هو غسول للبشرة من شركة LA. فهذا كمان شفته كثير في الانستغرام هذه الشركة، فقررت اني اجيب من عندهم اللي هو ميني سايز لتنظيف البشرة. اوكي اخذت من عند جلو ريسيبي اللي هو بخاخ للوجه، ميست للوجه بالبطيخ. واخر شيئين الهدايا اللي ادوني اياها. هذا الكيس فاضي، خليني اوريكم الهدايا. طبعا هذا الكيس اعطوني اياه لما اشتريت هذه الاشياء، وهذه الهدايا اعطوني اياها اليوم اللي هو شاور جل وكمان سكراب للجسم. بس احس صراحه سيفورا مره بخيلين بالهدايا، يعني المفروض يعطوا هدايا اكثر، لان الواحد لما يروح هناك يصرف مبلغ وقدره، يعني يصرف مره كثير هناك، فمفروض يعطوا سامبلز اكثر، اشياء اكثر. يعني ما ادري، احس انه مره الهدايا مثلا في كوريا كل ما اروح اشتري يعني يدوب ماسك، كمان في كوريا مره رخيصه يعني منتجات العنايه وكذا، وكانوا دائما يعطوني هدايا كثير. وسيفورا يعني واحد يصرف فيه اضعاف السعر، وفي النهايه يلاقي كذا سامبل يدوب صغير شامبو او عطر. يعني احس سيفورا المفروض يحسنوا من موضوع الهدايا عندهم، يخلوها اكثر. بس هنا زبطوني صراحه، اعطوني اشياء مره حلوه، خليني اوريكم اياها. اول شيء اعطوني منشفه للبحر حبيتها، كمان اعطوني هذه الشنطه عشان احط فيها بوكيات كذا، كمان ممكن تستخدموها للبحر، مره حلوه لونها يجنن. وكمان اعطوني هذه الشنط 3 بواحد، 3 ولا 1 بس مرة عجبني لونها كذا صيفي وش يجنن. ايه صح كمان هنا واحدة باللون، هذه باللون الأورنج الفاقع. كمان في واحدة جوا، يا ويلي تجنن. هذه لونها بينك، يا مرة كيوت. هذه ممكن تخلوها مثل الأرواج أو أشياء الميني، مرة حبيت صراحة هذه، يعني دائما تلزمني في السفر حتى لتنظيم الشنطة، مرة حلوة هذه الهدية حبيتها صراحة. وكمان أعطوني سامبلز، هذا العطر من إيس لوران، وأعطوني من شانيل اللي هو ما أدري حتى إيش هذا، المهم أعطوني هذا الشيء. أعطوني كمان عطرة أتوقع هذه رجالية، وكمان عطرة من إيس لوران. بس والله خلونا نفتح هذه الشنطة اللي لونها أورنج برايت، لونها يجنن مرة حلو. واو من صيفية كذا، قماش ما
شغلت شكلها توسع أشياء كثير. هذا أكثر شيء تنفع في السفر صراحة، تنظم فيها أشياء. أوكي، نشيل القمايم عشان ما تصير خلاص يعني دائما، لأني لما أوريكم مثلا مشتريات أو شيء بعد ما أوكي هذا مو منشف، هذه ممكن تفرشوه على الرمل كذا عشان تنسدح وكذا، أحسها ما تشفط الموية. أوكي الحين خليني أوريكم شحنة أمازون. أول شيء خلينا نشوف الجمال اللي هنا. حتى ما أبغى أفتحها من كثر ما هي حلوة. يا ويلي انتوا شوفوا التغليف كيف يفتح النفس. أول شيء مغلفينها بالبابل راب. افتحوا ولا يا مرة متحسرة ما خلاص خليها يا جماعة، لأنه أنا أبغى أصور فلوج فأبغى أفتحها بالفلوج. أوكي خلاص عشان تشوفوا، لأنه ما يمديني بعدين أغلفها مرة ثانية. المهم هذه عبارة عن شمعة، ترى ما قلت لكم ايش هذا الشيء، عبارة عن شمعة. فشوفوا ايش جبت من أمازون. أوه أخيرا وصل يا جماعة، استغنيت عنه كذا يوم. الفيس رولر. حتقولوا لي طب ليش طلبته وانت عندك؟ يا جماعة طاح من الفريزر وانكسر وبعدين غريته وما نفع، لأنه صح قدرت أغريه بس هذه ما صارت تدور، فاضطريت صراحة إني أرميه وجبت واحد جديد. وأنصحكم فيه يا بنات، يجنن. حطوه بالفريزر وأول ما تصحوا الصباح تسووا كذا بحركات دائرية على وجهكم، تمرروا، يكون مرة بارد كذا، يجدد الدورة الدموية، يحسن من البشرة، مرة حلو. على فكرة سعره مو غالي، من 25 أو 27 درهم، ويمكن عليه عرض الحين ما أدري صراحة ما شفت، بس شيء واو للبشرة. عندهم ألوان كمان، جبت أنا اللون الوردي. هذا راح نفتحها بعد شوية. في صديق. طلبت الإلين ونسيت، وصل يعني مرة طلبته من زمان. ففي غرفتها في روسيا في شيء زي كذا عندنا، كل شوي أقيس طولها، يعني كل ما تكبر نص سنة أقيس طولها كذا ونشوف قديش كبرت. فطلبت لها زي كذا أعلق لها بالغرفة، وطلبت لها على شكل يونيكورن عشان يليق مع غرفتها. كذا تعلق بالهوك، ممكن مسمار ممكن معلاق وبس. وبعدين تحددوا هنا، تكتبوا مثلا عمر الطفل وتحددوا هنا طوله، وبعدين حتى لما يكبر تقدروا تلفوها، يعني ما تخرب ولا شيء، لأنها مصنوعة كذا من فيا ريتني جبت لها اياه من زمان عشان تقيس طولها، لانه شيء يحمس الاطفال كذا. شوف قديش كبرت، يلا كل عشان تكبر اكثر. اوكي هنا جبت غسول لإيلين اللي هو على شكل رغوي، بس هذا ضد الدموع، ما فيه مواد كيماويه، البي اتش الحموضه او ايش يسموها، يعني عنده في بالانس، يعني شيء مره كويس للاطفال. غسول للجسم، للوجه، مثلا بعد ما سووا حمام مثلا تبغى تغسلوا لهم. فقعدت ادور في امازون، فكنت ابغى شيء كذا عضوي نظيف فلقيت هذا. طبعا حصور لكم اياه بالكاميرا الثانيه عشان اذا حابين تطلبوه. واحلى شيء فيه انه فوم، يشوفوا زي الرغوه، مره احسه حلو للاطفال. فان شاء الله يكون عليه عرض كمان عشان تلحقوا عليه. مكتوب نو بارابين، نو سيليكون، نو مينرال اويل، كل شيء نو 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 نو، يعني هذا شيء كويس. اوكي كمان طلبت زي الفروسيا باللون الاصفر. اوكي واخر شيء اللي قلت لكم حوريكم اياه هو هذه الصينية اللي ما شاء الله مغلفينها بضمير. مشكلة انه المقص وراي، وانا صراحة كسلانة اروح اجيبه، فراح اتعذب كذا لين ما تنفتح معاي. يلا قربنا ثقيلة، مرة ثقيلة. اوه ماي جاد تجنن، بس
اتوقع وزنها 3 كيلو اذا مو اكثر. طبعا هذه مصنوعة من الرخام 100%، يعني كلها كذا قطعة رخام جدا جميلة. تحطوا فيها اكسسوارات، تحطوا فيها العطور، تحطوا فيها مثلا زي ما انا عاملة تحت الزيت والملح وكذا او شمعة، تحطوه في الحمام مثلا، تحطوا فيها غسول البشرة. هذه لها استخدامات مرة كثير. طبعا انا جبتها عشان احط فيها منتجات العناية، مرة حبيت.